فيلمنا النهارده بيبدأ ببنت صغيرة اسمها مي، واللي بنشوفها وهي ماشية في الشارع وبتبدأ إنها تتكلم عن نفسها وبتقول إن القاعدة الوحيدة عندها هي تقدير والدها ووالدتها، وده علشان هم سبب وجودها في الدنيا، وكمان لأنهم ضحوا بحاجات كتيرة علشان يوفروا لها حياة سعيدة، وعلشان كده هي لازم تسمع كلامهم وتنفذ لهم كل طلباتهم. وبتكمل مي كلامها وبتقول إنها كبرت وبقى عندها 13 سنة، وإنها بتعتبر البنت المثالية بالنسبة لوالدها ووالدتها، وبتكون شايفة إنها بقت كبيرة كفاية ومسؤولة عن نفسها. وبتروح مي تركب الأتوبيس اللي بياخدها وبينطلق، وبعد شوية بتوصل للمدرسة وبتسلم على أصدقائها، وبتكون أول واحدة فيهم اسمها بريا، أما التانية فبيكون اسمها ميريام، وبتيجي التالتة والأخيرة اللي بيكون اسمها آبي. وفي الوقت ده بنعرف إن هم الأربعة شايفين إنهم هيقدروا يغيروا العالم. وبعد شوية بيبدأ اليوم الدراسي وبيروحوا كلهم يحضروا الحصة اللي عليهم، وفي الفصل بنشوف مي وهي بتجاوب على كل الأسئلة، وبيظهر إنها بنت عبقرية جدا وبتاخد أعلى الدرجات. وفي نهاية اليوم الدراسي مي وأصدقائها بيخرجوا من المدرسة وبيروحوا كلهم يتفرجوا على ولد اسمه ديفن شغال في المتجر اللي جنبهم. وفي الوقت ده بنفهم إن بريا ومريم وآبي معجبين بديفن لأنه ولد وسيم، ولكن وقتها مي بتكون متضايقة وبتقول لهم إنه مش وسيم ولا حاجة، وبتوريهم إعلان فريق الموسيقى اللي اسمه فور تاون، وبتقول لهم إن مغنيين الفريق ده هم أوسم أولاد هي شافتهم في حياتها. فبيوضحوا لها أصدقائها إنهم ما بيجوش المدينة عندهم، وإن كمان تذاكر الحفلات بتاعتهم بتكون غالية جدا. وبعدها مي بتغني وبترقص مع أصدقائها وبتودعهم وبتفهمهم إنها لازم تروح بسرعة علشان تساعد والدتها، وبتسيبهم وبتنطلق. وبعد شوية مي بتنزل من الأتوبيس وبتجري وبتروح للحي الصيني، وهناك بتوصل لمعبد اسمه الباندا الحمراء اللي بيكون عبارة عن جزء من بيتها. وبتدخل مي على والدتها اللي اسمها مينج وهي بتعمل طقوس معينة، واللي بتكون متضايقة جدا لأن مي اتأخرت عليها، ولكنها بمجرد ما بتعرف درجاتها في الامتحان بتفرح جدا، وبتقول لها ان اكيد اجدادها هيكونوا فخورين بيها. وبعدها هما الاتنين بيبدأوا ينظفوا كل جزء في المعبد، وبيفضلوا يلمعوا تماثيل الباندا الحمراء اللي بتكون منتشرة في كل مكان. ولما الزوار بييجوا مي ووالدتها بيبدأوا يشرحوا لهم تاريخ المعبد، وبيعرفوهم انه ملك لعيلتهم واجدادهم، وان اهم شخص بالنسبة لهم هي الجدة اللي اسمها سانيي اللي كانت بتحمي كل الحيوانات وخاصة الباندا الحمراء. وفي نهاية اليوم مي ووالدتها بيودعوا الزوار وبيقفلوا باب المعبد وبيرجعوا هما الاتنين للبيت. وهناك بنشوف والد مي اللي اسمه جان اللي بيبدأ يحضر الأكل، وبيبان انه طباخ موهوب جدا. وأثناء ما هما بيتفرجوا على التلفزيون إعلان فريق فور تاون بيشتغل، وبيكون الإعلان ده مضمونه انهم هيعملوا حفلة في المدينة بتاعتهم. فبتنبهر مي لما بتعرف الخبر ده، على عكس والدتها اللي بتتريق عليهم، وبتفضل كمان تتريق على أصدقاء مي لأنهم بيحبوا الفريق الموسيقي ده. وبعد شوية بنشوف مي وهي بتذاكر في أوضتها، وبنلاحظ إنها بتسمع أغاني فريق فور تاون، واللي بتسرح وهي بتذاكر وبترسم ديفن من غير ما تاخد بالها. ولما بترجع تاني لوعيها بتتصدم وما بتكونش عارفة هي عملت كده ليه، ولكنها بترجع تندمج في الرسم وبتستخبى تحت السرير وبتفضل ترسم رسومات كتير لديفن. وفجأة مينج بتنادي على مي اللي بتتصدم وبتتخض جدا، وبتطلع بسرعة فوق السرير وبتستناها وهي متوترة. وبمجرد ما مينج بتدخل لأوضة مي بتاخد بالها من الكراسة بتاعتها، ولما بتفتحها وبتشوف الرسومات اللي موجودة فيها بتتصدم وبتتعصب جدا، وبتسأل مي إذا كان الولد ده قرب منها. وفي الوقت ده مينج بتتعرف على ملامح ديفن وبتفتكر إنه شغال في المتجر اللي جنب المدرسة، وبتاخد مي في العربية وبتروح للمتجر وبتدخل تزعق لديفن وبتطلب منه إنه ما يقربش من بنتها تاني، وبتوري له رسومات اللي هي رسمتها. فبيتصدم ديفن وما بيكونش فاهم أي حاجة من اللي بتحصل. وفجأة بيظهر واحد من زمايل مي اسمه تايلر، واللي بالصدفة بيكون موجود في نفس المتجر وبيفضل يتريق عليها. وبسبب اللي مينج عملته ده مي بتتحط في موقف محرج جدا، وساعتها كل اللي موجودين بيفضلوا يضحكوا عليها وبيكونوا شايفين انها بنت غريبة. وبعد شوية مينج بتاخد مي وبيرجعوا هما الاتنين للبيت، وهناك مي بتصرخ بصوت عالي وبتكون متعصبة جدا بسبب اللي حصل معاها، وبتفضل تلوم نفسها لانها ما كانتش قد الثقة اللي والدتها اديتها لها. وبعد شوية مي بتحاول انها تهدي نفسها لحد ما بتروح في النوم. واثناء الليل معبد الباندا الحمراء بيحصل فيه حاجة غريبة، وفي الوقت ده مي بتحلم بالتماثيل اللي في المعبد وهي بتنفجر، وبتشوف حاجات غريبة طول ما هي نايمة. وفي تاني يوم مي بتصحى من النوم وبتنزل من على السرير، وبيظهر ان في حاجة غريبة، ولكن مي ما بتكونش واخدة بالها. وده لحد ما بتوصل للحمام وبتتصدم اول ما بتبص في المراية وبتلاقي نفسها اتحولت لباندا حمراء. فبتصرخ بصوت عالي وما بتكونش عارفة تعمل ايه، وبتحاول تقنع نفسها ان كل ده مجرد حلم مش اكتر. ومن ناحية
شوية تانية مينج بتسمع صوت صراخ مي وبتروح تخبط عليها وبتسألها عن سبب صراخها بالطريقة دي، فبتطمنها مي بالرغم من انها بتكون لسه مرعوبة. وفي اللحظة دي مينج بتفتكر ان مي بقى عندها 13 سنة وبتفهم ان دي حاجة بتحصل لكل البنات اللي في سنها، وبتدخل الحمام بسرعة علشان تطمن عليها. ولكن وقتها مي بتروح تستخبى ورا الستورة وبتطلب من والدتها انها تخرج بره الحمام، وساعتها مينج بتتفهم الموقف وبتطمنها وبتوضح لها ان الفترة دي بتعدي على كل البنات اللي في سنها وبتسيبها وبتخرج. فبتستغل مي الفرصة وبترجع تاني لأوضتها وبتقرر انها تنام علشان تصحى من الكابوس ده. وبمجرد ما مي بتهدى شوية اجزاء الباندا بتبدأ تختفي، وده لحد ما بتهدى تماما وبترجع لشكلها الطبيعي من تاني، ولكن شعرها بيتحول وبيفضل متلون باللون الاحمر. وبمجرد ما مي بتتحمس شوية بتتحول تاني لشكل الباندا، فبتفضل تهدي نفسها لحد ما بترجع لشكلها الطبيعي وبتفهم انها لازم تكون هادية طول الوقت. وبعد شوية والدتها بتاخدها وبتوصلها للمدرسة، وهناك بتحاول تطمنها وبتعرفها انها بتمر بفترة صعبة، فبتشكرها مي وبتنزل وبتدخل للمدرسة وهي بتتصرف بهدوء تام. وساعتها اصدقائها بيستغربوا وما بيكونوش فاهمين هي بتعمل كده ليه، وبيعرفوها ان تايلر حكى لكل زمايلهم عن اللي حصل مع ديفن. ولما مي بتسمع الكلام ده وبتفتكر اللي حصل بتتعصب جدا، واول ما بتلاحظ ان ديل الباندا ظهر من تاني بتجري بسرعة وبتدخل الفصل بتاعها وبتحاول تهدي نفسها. ولما مريم بتلاحظ ان مي بتعاني من مشكلة بتروح لها وبتحاول تطمن عليها وبتعرفها ان والدتها بتراقبها من بره المدرسة. وفعلا مينج بتفضل تراقب مي من ورا الشجرة، وده لحد ما رجل الامن بيجي وبيطلب منها تمشي من هنا. ولكن وقتها مينج بترفض وبيتخانقوا هما الاتنين مع بعض. ولما الطلاب بيشوفوا اللي بيحصل ده بيروحوا يتفرجوا على والدة مي وبيضحكوا عليها، وبسبب كده مي ما بتقدرش انها تسيطر على نفسها، وفجأة بيحصل انفجار كبير ومي بتتحول للباندا الحمراء. ولكن لحسن الحظ مفيش حد بيشوفها غير والدتها اللي بتتصدم جدا من اللي هي شايفاه. وفي الوقت ده مي بتستغل ان مفيش حد شافها وبتخرج من الفصل وبتروح للحمام وبتهرب من الشباك وبتجري بسرعة في الشارع. وساعتها مينج بتشوفها وبتاخد العربية بتاعتها وبتنطلق وراها وبتتصل على جين وبتعرفه على كل اللي حصل. اما مي فبتفضل تجري وسط المباني وهي بتستخبى وبتحاول انها تتجنب الناس، ولكنها للاسف بتتسبب في حوادث كتير. وبتروح تتسلق سلم معين وبتنط على اليافطة وبتطلع فوق مبنى من المباني وبتفضل تنط من سطح للتاني، وبتكون مينج لسه ماشية وراها وبتراقبها. ولحسن الحظ مي بتنط نطة قوية وبتوصل لمعبد الباندا الحمراء. وبعد شوية مينج بتوصل للبيت وبتتفاجئ لما بتشوفه هو متدمر، وكمان بتشوف مي وهي بتعيط وبتحاول تهدي نفسها. فبتروح لها والدتها وبتحاول تطمنها وبتقول لها انها جنبها، وكمان بيجي والدها اللي بيكون متوقع ان في حاجة زي كده هتحصل. فبتستغرب مي من كلام والدها ووالدتها وبتفهم انهم مخبيين عليها حاجة. وفعلا والدها ووالدتها بياخدوها وبيروحوا كلهم يدخلوا المعبد، وهناك مينج بتخرج صندوق معين من مكان سري وبتفكر مي بقصة جدتها سانيه وانها كانت بتحب الباندا الحمراء، وده لدرجة انها تمنت تكون واحدة زيها. وبتحكي لها عن فترة الحرب لما كل الرجالة سابوا بيوتهم علشان يدافعوا عن بلدهم، ووقتها سانيه كانت عاوزة تحمي بناتها وقريتها بأي طريقة، وتمنت انها تكون باندا حمراء في يوم القمر الأحمر. وفعلا أمنيتها اتحققت وتحولت لباندا حمراء وقدرت انها تحمي قريتها من الحرامية واللصوص. ومن بعد اللي حصل ده سانيه ورثت قدرتها لبناتها جيل بعد جيل، ومع مرور الوقت النعمة دي اتحولت لنقمة كبيرة. فبتتعصب مي لما بتسمع القصة دي وبتكون عاوزة تقطع صورة جدتها بأي طريقة، ولكن وقتها والدها ووالدتها بيمنعوها وبيقولوا لها ان العلاج موجود. وبتبدأ مينج توضح لها ان هي كمان كانت باندا حمراء في يوم من الايام، ولكنها قدرت تعدي من الازمة دي. وبتفهمها ان في يوم القمر الاحمر هينفذوا طقوس معينة، وان الطقوس دي هتخلي روح الباندا الحمراء تتحبس في قلادة زي بتاعتها. وبتوضح لها ان اي شعور قوي ممكن يخلي الباندا تظهر من تاني، وانها كل ما هتظهر اكتر كل ما الطقوس هتكون اصعب. وساعتها جين بيقطعهم وبيعرفوا ان القمر الاحمر هيكون يوم 25. فبتتضايق مي لان لسه فاضل شهر كامل على اليوم ده، وعلشان كده والد ووالدة مي بيقرروا انهم يتعاملوا مع ظهور الباندا وبيخلوا مي تعيش في اوضه فاضيه مؤقتا، وده لحد ما تقدر تسيطر على نفسها. وبيودعوها وبيخرجوا، وفي الوقت ده مي بتتضايق وبتحزن جدا وبتفضل تعيط لحد ما بتتحول للباندا. وفي تاني يوم الصبح بنشوف مي وهي متعصبه واللي بتفضل تشد كل جزء فيها لحد ما بترجع لشكلها الطبيعي، ولكنها للاسف بتتحول من تاني في لمح البصر. وفجاه بريا ومريم وابي بييجوا وبيخبطوا لها على الشباك، فبتخاف مي وبتستخبى بسرعه وبتطلب منهم يمشوا، ولكن بريا ومريم وابي بيرفضوا طلبها وبيكونوا عاوزين يطمنوا عليها وبيعرفوها ان فريق فور تاون هيعملوا حفله في المدينه بتاعتهم.
معاهم. فبتتحمس مي وبتظهر لأصدقائها اللي بيترعبوا لما بيشوفوها، وساعتها مي بتاخدهم وبتدخلهم لأوضتها وبتطلب منهم يهدوا، وبتعرفهم إنها صديقتهم مي، وبتحكي لهم على كل اللي حصل، وبتفهمهم إن دي لعنة هي ورثتها من جدتها. وأول ما بتعيط أصدقائها بيتعاطفوا معاها وبيحضنوها وبيطمنوها، وعلشان يفرحوها بيعرفوها إن حفلة فريق فور تاون هتكون يوم 18. فبتحزن مي أكتر وبتقول لهم إنها مش هتقدر تتخلص من الباندا غير يوم 25، وبتطلب منهم يروحوا يتبسطوا في الحفلة من غيرها، وبتفضل تعيط. فبيحاولوا أصدقائها إنهم يخففوا عنها وبيغنوا لها وبيخلوها تغني معاهم، وبيقولوا لها إنهم هيفضلوا يحبوها مهما كان شكلها. ولما بييجوا يحضنوها مي بتهدى وبترجع لشكلها الطبيعي، فبيفرحوا أصدقائها وبيكونوا منبهرين بلون شعرها الأحمر. وبتتعصب مي لما أبي بتضربها وبتستغرب إنها ما تحاولتش، وبتفهم إن ده حصل لأنها بتحب أصدقائها. فبتستغل مريم الفرصة وبتقول لها إن في طريقة ممكن تحل مشكلتها، وهي إنها لو قدرت تسيطر على مشاعرها هتقدر تحضر معاهم الحفلة. وبتفهمها إنها لازم تثبت لوالدتها إنها قادرة تسيطر على الباندا، وإنها لو قدرت تعمل كده أكيد والدتها هتسمح لها إنها تروح معاهم. وفجأة مينج بتنادي على مي اللي بتخرج أصدقائها من الشباك وبتودعهم، وبعدها بتروح تقعد مع والدها ووالدتها اللي بيبدأوا يختبروها علشان يعرفوا إذا كانت قادرة تسيطر على الباندا ولا لا. وبيفضلوا يوروها صور المفروض تخليها حزينة أو متعصبة أو متضايقة، ولكن لحسن الحظ مي بتقدر إنها تتحكم في مشاعرها وبتسيطر على نفسها وما بتتحولش للباندا بالرغم من صعوبة الاختبار. ووقتها والدها ووالدتها بيفرحوا لأنها قدرت تسيطر على مشاعرها، فبتستغل مي الفرصة وبتعرفهم إنها عاوزة تحضر حفلة فريق فور تاون. ولكن وقتها والدتها بترفض طلبها، وده لأنها أكيد هي مش هتقدر تسيطر على مشاعرها في حفلة زي دي. فبتفضل مي تترجاها إنها تسمح لها تحضر الحفلة، وبالرغم من المحاولات الكتير دي والدتها بتكون مصرة على الرفض، وبتكون شايفة إن المغنيين دول مجموعة من الأولاد الفاشلين. وبمجرد ما مي بتمشي التليفون بيرن، ولما مينج بترد عليه بتكتشف إن والدتها هي اللي بتتصل، واللي بتقول لها إنها شافت باندا حمراء في الأخبار، وبتسألها إذا كانت بنتها مي دلوقتي بخير. فبتترعب مينج من كلام والدتها وبتطمنها وبتفهمها إنهم خلاص قدروا يسيطروا على الوضع. ولكن بالرغم من كده والدتها بتقرر إنها تجيب التعزيزات وتجيلها، فبتتصدم مينج وما بتكونش عارفة تعمل إيه أو تتصرف إزاي. وفي تاني يوم في المدرسة بنشوف مي وهي بتتدرب مع أصدقائها اللي بيعرفوها إن هم كمان أهلهم رفضوا يسمحوا لهم يحضروا الحفلة. وفي الوقت ده بنشوف تايلر اللي بيكون موجود في الفريق اللي قدامهم، واللي بيفضل يتريق على مي وعلى تصرفاتها الغريبة. فبتتعصب مي وبتحول إيديها لشكل الباندا وبترمي عليه الكورة اللي بتخبط في الإزاز وبتكسره. فبيتصدموا أصدقاء مي وبياخدوها بسرعة وبيروحوا للحمام وبيحاولوا يهدوها. ولكن وقتها مي بتكون متضايقة جدا، وده لأنها عاوزة تحضر حفلة فريق فور تاون بأي طريقة. وفي الوقت ده مريم بتجيلها فكرة وبتبدأ إنها تشرحها لهم، وبتقول لهم إن هم ممكن يقولوا لأهلهم إنهم هيباتوا عند بعض اليوم ده، وإن بكده مش هيكون عندهم غير مشكلة واحدة وهي تمن التذاكر. وأثناء ما هم بيفكروا في حل المشكلة دي أبي بتقرب من مي وبتطلب منها إنها تتحول لباندا وتحضنها علشان تساعدها في التفكير. وفجأة في 3 بنات بيدخلوا عليهم وبيفرحوا لما بيشوفوا الباندا الحمراء، وبينبهروا جدا لما بيعرفوا إنها زميلتهم مي، وبيقولوا لها إنهم هيدفعوا لها فلوس مقابل إنهم يتصوروا مع الباندا. وساعتها الفكرة دي بتعجب مي هي وأصدقائها، وبيرجعوا كلهم للفصل، وهناك بيخططوا إزاي هيقدروا يجمعوا $800 علشان يشتروا 4 تذاكر. وبيكون أول جزء من الخطة هو إنهم ينشروا خبر وجود الباندا في المدرسة، وإن اللي عاوز يتصور معاها لازم يدفع ثمن الصور. وفعلا بيبدأوا إنهم ينفذوا خطتهم، وبيجمعوا فلوس كتير من زمايلهم اللي بيتصوروا مع الباندا. وكمان بتجيلهم فكرة تانية وهي بيع منتجات عليها إمضة الباندا الحمراء. وبتعدي الأيام وزمايلهم بيشتروا المنتجات وبيتصوروا مع الباندا، ووقتها مي وأصدقائها بيجمعوا فلوس أكتر، وبيكونوا كل الطلاب مسموح لهم يتصوروا مع الباندا ما عدا تايلر. وفي الوقت ده مينج ما بتكونش عارفة أي حاجة عن اللي بيحصل. وبعد فترة بنشوف مي وأصدقائها وهم متجمعين في الملعب، وبيفضلوا يتفرجوا على زمايلهم وهم بيلعبوا كورة، وفي نفس الوقت ده بيصنعوا ميداليات جديدة علشان يبيعوها. وساعتها مي بتكون متعصبة جدا، وده لأن الحفلة فاضل عليها يومين بس، وإنهم بكده مش هيقدروا يشتروا التذاكر لأن لسه ناقص لهم $100. فبتهديها مريم وبيفضلوا كلهم يتفرجوا على زمايلهم وهم بيلعبوا. وفجأة تايلر بيجي وبيفضل يتريق عليهم وبيهدد مي إنه هيقول لوالدتها على اللي هي بتعمله. فبتتعصب مي وبتتحول لشكل الباندا وبتخوفه، ولكن تايلر ما بيتأثرش وبيطلب منها تهدى وإلا هيتصل بوالدتها. وساعتها مي بتهدى وبتسأله عن اللي هو عاوزه منها، فبيقول لها تايلر إنه عاوزها تيجي تحضر حفلة عيد ميلاده، وده لأنها لو جت كل زمايلهم هيجوا علشان يتفرجوا
يتفرجوا على الباندا الحمراء، فبتوافق مي على طلبه بشرط انها تاخد $200. والمفاجأة ان تايلر بيوافق على شرطها وبيتفقوا هما الاتنين مع بعض. وفي يوم عيد الميلاد مي بتعرف والدتها انها هتروح نادي الرياضيات، ولكن وقتها مينج بتوقفها وبتقول لها انها تروح معاها. وبعد محاولات كتير مي بتفشل في اقناع والدتها انها لازم تروح لوحدها، وده لحد ما بتقول لها انها مش عاوزاها تيجي معاها. وفجأة بتقطعهم مجموعة من الستات اللي بيدخلوا للمعبد وبيطمنوا على مي اللي بتكون فرحانة بوجودهم. ووقتها بنعرف ان دول يبقوا هم خالاتها، وكمان بتيجي جدتها وبتطمن عليها وبتقول لها انهم هنا علشان ياخدوا بالهم منها. وفي حفلة عيد الميلاد بيكونوا كل اللي موجودين متضايقين جدا، وكمان بيكونوا حاسين بالملل لان مي لسه ما جاتش. وساعتها بريا ومريم وابي بيحاولوا يحدوا تايلر. ومن ناحية تانية بنشوف خالات مي وهم بيأكلوها، وده لانها لازم تكون قوية وهي بتنفذ الطقوس. وفي الوقت ده الجدة بتكون منبهرة جدا بمي، وده لانها قدرت تسيطر على الباندا وهي لسه في سن صغير. وساعتها خالات مي بيكونوا خايفين من ان الباندا بتاعتها تكون عملاقة ومرعبة زي بتاعت والدتها. وفي الوقت ده مي بتفضل تفكر في طريقة علشان تسيبهم وتروح تحضر حفلة عيد الميلاد، وبتروح تقول لهم انها محتاجة تنام شوية وبتسيبهم وبتدخل اوضتها. واللي قبل ما تخرج من الشباك الباب بيخبط، وبتدخل الجدة وبتقرب من مي وبتفضل تحذرها وبتعرفها ان كل ما الباندا هتظهر كل لما الطقوس هتبقى اصعب، وكمان في احتمال انها تفشل وبكده هتفضل ملعونة للابد. وبتحكي لها ان هي وبنتها مينج كانوا قريبين جدا من بعض، وده لحد ما الباندا الحمراء وقفت ما بينهم وتسببت في مشاكل كبيرة. وبتعرفها انها مش عاوزة نفس الغلطة دي تتكرر تاني. وقبل ما تخرج بتفكر مي انها تبقى كل حاجة بالنسبة لوالدتها وبتسيبها وبتمشي. وفي حفلة عيد الميلاد بيكونوا اللي موجودين حاسين بالملل، وده لحد ما بتوصل مي ولكنها بتكون لابسة زي الباندا مش اكتر. فبيتضايق تايلر لانها كده بتخدعه وبيقرر انه ما يدفعلهاش فلوس. وساعتها بريا ومريم وابي بياخدوا مي وبيسألوها عن اللي بيحصل، فبتوضح لهم مي انها مش هينفع تتحول لباندا تاني. فبيحزنوا اصدقائها لانهم لسه ما جمعوش باقي تمن التذاكر. ولما مي بتلاحظ كده بتقول لنفسها ان دي هي اخر مرة هتتحول لباندا. وفعلا بتتحول وبتلعب مع تايلر وبيحتفلوا بيها كل اللي موجودين، وكمان بيغنوا وبيرقصوا وهم مستمتعين بوجود الباندا معاهم. وبعدها مي بتشيل تايلر وبتجري بيه وبيتصوروا كلهم مع بعض وهم فرحانين جدا. وفي الوقت ده خالات مي بيودعوا مينج وبيقرروا انهم يروحوا يقعدوا في الفندق وبيمشوا. وقبل ما الجدة تمشي بتطلب من مينج انها تاخد بالها من مي، وده لانها بتمر بفترة صعبة جدا. وبعد شوية مينج بتروح لأوضة مي علشان تطمن عليها وبتلاقيها نايمة، ولكنها بمجرد ما بتشوف تي شيرت مرسوم عليه باندا على الارض بتستغرب جدا وبتتفاجئ ان مي مش موجودة في السرير. واللي اول ما بتبص تحته بتتصدم من كل اللي بتشوفه، وبتفضل تتفرج على المنتجات اللي مي بتبيعها وكمان صور اصدقائها مع الباندا الحمراء. وبتكتشف ان درجاتها بقت قليلة وبتعرف انها موجودة في حفلة عيد ميلاد تايلر. وبنروح بعدها لمي هي واصدقائها وبنشوفهم وهم قاعدين على سطح بيت تايلر، واللي بيكونوا فرحانين جدا لانهم جمعوا 8 تذاكر الحفلة وبكده هيقدروا يحضروها بكرة مع بعض. وفي الوقت ده مريم بتقترح على مي انها تفضل محتفظة بالباندا وبتطلب منها ما تعملش الطقوس دي لان الباندا خلتها بنت مرحة وممتعة. وساعتها ابي وبريا بتعجبهم الفكرة دي وبيقولوا لها نفس الكلام، فبتتأثر مي وبتفكر في الموضوع وبيفضلوا هما الاربعة يحتفلوا مع بعض. ولكنهم فجأة بيتصدموا لما بيسمعوا خبر في الراديو اللي بيقول ان حفلة فريق فور تاون اتأجلت وهتكون يوم 25 بدل 18، وده علشان يقدموا حفلتهم تحت ضوء القمر الاحمر. فبيتصدموا اصدقاء مي من ان الحفلة اتأجلت لليوم ده اللي المفروض مي هتعمل فيه طقوس الباندا الحمراء. وفي الوقت ده مي بتفقد اعصابها وبتتحول للباندا وما بتكونش قادرة انها تسيطر على نفسها. وساعتها تايلر بينادي عليها علشان ترجع تحتفل، ولكن مي ما بترضاش تروح له. فبيبدأ تايلر يتريق عليها وعلى المعبد بتاعها وكمان على والدتها، وبسبب اللي تايلر بيعمله مي بتتعصب جدا وبتروح تنقض عليه وبتهاجمه وبتخوفه هو وكل اللي موجودين. ووقتها تايلر بيترعب منها وبيعيط وبيطلب منها ما تأذيهوش. وفجأة بتوصل مينج للمكان فبتتصدم مي لما بتشوفها والحفلة بتنتهي. وبعد شوية بنشوف والد ووالدة تايلر وهم بيلوموا مينج على اللي بنتها عملته. وبعد ما كل اللي موجودين بيمشوا مينج بتروح لأصدقاء مي وبتزعق لهم وبتقول لهم انهم استغلوا بنتها والتحول بتاعها علشان يجمعوا 8 تذاكر الحفلة. ولما أصدقاء مي بييجوا يدافعوا عن نفسهم مينج ما بتصدقهمش وبتكون شايفة ان بنتها مجرد ضحية وما عملتش اي حاجة غير انها سمعت كلامهم. وفي الوقت ده مريم بتطلب من مي تفهم والدتها انهم ما استغلوهاش وكمان توضح لها انها صاحبة الفكرة من الاساس. ولكن مي ما بتكونش عاوزة تخسر والدتها وما بتردش عليها وبتروح تركب العربية مع والدتها وبيمشوا من المكان. وساعتها بريا ومريم وابي بيكونوا مصدومين جدا
جدا من ان مي اتخلت عنهم، وفي طريق الرجوع مي بتكون حزينة جدا. وبعد فترة من اللي حصل ده بيجي يوم حفلة فريق فور تاون، وبنشوف بريا ومريم وابي اللي بيروحوا يشتروا 3 تذاكر، وبيبان قد ايه هم مفتقدين مي. ومن ناحية تانية بنشوف مي وهي بتتعشى مع عيلتها اللي بيكونوا كلهم متجمعين علشان ينفذوا الطقوس. وفي الوقت ده الجدة بتقرب من مي وبتشجعها وبتطمنها لانها اخيرا هتتخلص من الوحش اللي جواها، فبتشكرها مي وبتسيبها علشان تروح تجهز نفسها. وفي الوقت ده بنشوف جين وهو بيدور على حاجة في القبو، واثناء ما هو بيدور بيلاقي الكاميرا بتاعت مي بالصدفة، وبيشوف فيديوهاتها وهي بترقص مع اصدقائها، وبيفرح جدا لما بيلاحظ قد ايه هي كانت فرحانة ومبسوطة. ومن ناحية تانية بنشوف مي وهي بتجهز نفسها، واللي لما بتفتكر اللي هي عملته مع تايلر وباقي اصدقائها بتحزن جدا وبتفضل تلوم نفسها. وفي الوقت ده والدها بيدخل عليها وبيوريها الفيديوهات بتاعتها، فبتعتذر له مي وبتقول له ان دي كانت تصرفات غبية. ولكن وقتها والدها بيقول لها ان الجزء ده هو افضل جزء شافه فيها، وبيحكي لها ان والدتها كانت بتتحول لباندا عملاقة ومدمرة، وبيعرفها انه شافها مرة واحدة لما حصلت خناقة كبيرة بين والدتها وجدتها. وبيقول لها ان كل شخص بيكون عنده جانب فوضوي وسيء في شخصيته، وان الحل هو انه يتقبل الجانب ده ويتعود عليه ويحاول انه يحسنه. وبيعرفها انه هي على طبيعتها احسن بكتير من انها تكون متصنعة او بتدعي المثالية. وبعد شوية مي بتروح لجدتها ووالدتها وخالتها اللي بيبدأوا في تنفيذ طقوس حبس الباندا الحمراء، وبمجرد ما مي بتقعد في وسطهم جدها بيعمل حواليها دايرة صغيرة، وبيبدأوا كلهم يعزفوا على آلات معينة وهم بيغنوا كلمات غريبة. ولما مي بتبدأ تركز معاهم الدايرة اللي حواليها بتنور، وكمان القمر لونه بيتغير للون الأحمر، وبتحصل حاجة غريبة في المكان وبتبدأ مي تطير في الهواء. وساعتها الجد بيستخدم السيف اللي معاه وبيطلق شعاع على مي بيخليها تفقد الوعي. وبمجرد ما مي بتفوق بتلاقي نفسها وسط غابة كبيرة، وفي الوقت ده الرياح بتشتد وبتاخدها لمكان معين. وفي المكان ده مي بتشوف جدتها سانيه وهي بتكون مراية قدامها، وبمجرد ما مي بتدخل في المراية الباندا الحمراء بتبدأ تخرج من الناحية التانية. وفي أرض الواقع عيلة مي بيشوفوها وهي بتتألم، وبمجرد ما الجد بيلاحظ خروج الباندا الحمراء بيستخدم قلادة علشان يحبسها فيها. وفي اللحظة دي بنشوف مي وهي بتعاني علشان تنفصل عن روح الباندا الحمراء، واللي أول ما بتبص لها بتفتكر كل الوقت الجميل اللي هي قضته بسببها وبترفض إنها تتخلى عنها. وبمجرد ما بترجع لها بيحصل انفجار كبير في المكان، وساعتها مي بترجع تتحول للباندا الحمراء، فبتطمنها والدتها وبتقول لها إنهم هيحاولوا ينفذوا الطقوس من تاني. ولكن وقتها مي بترفض وبتقول لهم إنها قررت تحتفظ بالباندا. وفي الوقت ده الجدة وباقي العيلة بيحاولوا إنهم يوقفوا مي اللي بتكون عاوزة تهرب بأي طريقة، وبتزقهم وبتوقعهم على الأرض، وللأسف بتتسبب في إن القلادة بتاعت والدتها تتشقق. ووقتها مي بتعرفها إنها رايحة تحضر الحفلة وبتجري بسرعة، فبتحزن مينجو وبتتضايق وما بتكونش قادرة تستحمل كلام عيلتها اللي بيفضلوا يلوموها. ولأن مينج ما بتكونش قادرة إنها تسيطر على مشاعرها القلادة بتاعتها بتبدأ تتشقق أكتر. وفي الوقت ده مينج بتفقد أعصابها تماما، وفجأة القلادة بتتكسر، وساعتها بتخرج منها روح الباندا الحمراء بتاعتها وبتدخل جواها. وفجأة مينج بتطير في الهواء وبيتصدموا كل اللي موجودين من اللي هيحصل. وبنروح بعدها لمي وبنشوفها وهي بتجري بسرعة في الشارع وبتنط وبترجع لشكلها الطبيعي، وبتتحول تاني وبتستخدم قوتها علشان توصل للحفلة في أسرع وقت ممكن. وبتفضل تنط من سطح للتاني لحد ما بتوصل لمكان الحفلة وبتنط جواها بمنتهى السهولة. وهناك بتفضل تدور على أصدقائها، وفعلا بتقدر تحدد مكانهم وبتروح لهم وبتفهمهم إنها ما كملتش الطقوس لأن الباندا الحمراء جزء منها. وبتبدأ إنها تعتذر لهم عن اللي هي عملته معاهم، وبتعترف لهم إنها اتخلت عنهم وبتترجاهم يسامحوها. وفعلا تريا ومريم وابي بيسامحوها وبيحضنوا بعض هما الأربعة. وبعدها بيتفاجئوا كلهم وبيستغربوا لما بيلاقوا تايلر موجود في نفس الحفلة، وبيروحوا كلهم يحضنوه لأنه من معجبين فريق فور تاون. وبعد شوية بيبان على أصدقاء مي إنهم قلقانين عليها، وده لأنها خلفت أوامر والدتها اللي أكيد هتعاقبها. ولكن في الوقت ده مي ما بتكونش قلقانة، وبتقول لهم إن أقصى حاجة هي ممكن تعملها لها إنها تحبسها في أوضتها. ومن ناحية تانية بنشوف مينج بعد ما اتحولت لباندا عملاقة ومخيفة جدا، واللي بتكون متجهة ناحية الاستاد اللي الحفلة موجودة فيه. وفي الوقت ده بتبدأ الحفلة وبيخرجوا المغنيين الخمسة وبيبدأوا يغنوا، فبينبهروا كل اللي موجودين لما بيشوفوهم، وخصوصا مي هي وأصدقائها، واللي بيفضلوا يغنوا ويرقصوا وبيطيروا وهم بيقربوا من الجمهور. وساعتها مي بتجري علشان تسلم على واحد منهم، واللي قبل ما تلمسه بتسمع صوت والدتها وبتتصدم جدا. وفجأة مينج بتقتحم الاستاد وبتفضل تدور على بنتها ما بين الجمهور، وساعتها الذعر بينتشر في المكان وبيجروا كل اللي موجودين علشان يهربوا بسرعة. وفي الوقت ده
ده ماي بتقابل والدها وكمان باقي عيلتها اللي بيقولوا لها انهم لازم يعيدوا الطقوس تاني بسرعه قبل ما القمر الاحمر يختفي. وساعتها مينج ما بتكونش قادره انها تسيطر على نفسها وبتبدا تدمر الحفله بالكامل وبتمسك ماي وبتزعق لها. وبسبب اللي حصل ده ماي بتفقد اعصابها هي كمان وبتتحول للباندا وبتعض والدتها وبتهرب منها وبتعترف لها ان استغلال الباندا كانت فكرتها هي وان فكره عيد الميلاد برضه كانت بتاعتها. وفي اللحظه دي الجده بتطلب من ماي انها تشغل مينج باي طريقه وبتامر بناتها انهم يجهزوا بسرعه لتنفيذ الطقوس. اما جين فبيعمل دايره حوالين مينج وبيطلب من ماي انها تستدرجها جوه الدايره دي. وفعلا ماي بتفضل تستفز والدتها وبتتفادى كل هجماتها وبتنط من مكان لمكان لحد ما بتنقض عليها وبتضربها ضربه قويه جدا وبتوقعها على الارض وبتفقدها الوعي. وللاسف وقتها القمر الاحمر بيكون على وشك انه يختفي فبتجري ماي وبتحاول انها تسحب والدتها علشان تدخلها جوه الدايره ولكنها للاسف ما بتقدرش تعمل كده لوحدها. واول ما الجده بتشوف اللي بيحصل ده بتكسر السوار بتاعها وبتحرر روح الباندا اللي جواها وبتتحول وبتروح تساعد ماي. وكمان كل بناتها بيعملوا زيها وبيحرروا روح الباندا اللي جواهم وبيروحوا يساعدوهم وبيتعاونوا كلهم مع بعض وبيسحبوا ماي علشان يدخلوها جوه الدايره. اما الجد فبيكون طلع لمكان عالي في الاستاد وبيطلب منهم يغنوا باعلى صوت ممكن علشان يبداوا تنفيذ الطقوس. وفعلا ماي وباقي عيلتها بيبداوا يغنوا وبينضموا لهم اصدقاء ماي كلهم وبيغنوا معاهم. حتى فريق فور تاون بيساعدوهم وبيغنوا لهم هم كمان. وساعتها الدايره بتنور وبيطلع منها شعاع قوي في السماء وبتقدر ماي هي وعيلتها انهم يدخلوا مينج في الدايره وبيدخلوا معاها. وفي اللحظه دي الجد بيستخدم السيف وبيطلق عليهم شعاع قوي وساعتها مينج وباقي عيلتها بيطيروا في الهواء. ووقتها اللي موجودين من الجمهور بيكونوا منبهرين من اللي هم شايفينه. وبعد شويه ماي بتفوق جوه الغابه من تاني وبتروح تدور على والدتها وبتتفاجئ ببنت صغيره قاعده بتعيط. ولما ماي بتيجي تقرب منها بتكتشف انها والدتها ولكن وهي صغيره واللي بتفضل تعيط وتلوم نفسها على اللي هي عملته. فبتستغرب ماي لما بتعرف ان والدتها هي اللي عورت جدتها في وشها. وبنفهم من كلام مينج انها حزينه لانها تعبت من كونها مثاليه. فبتتعاطف معاها ماي وبتبدا تواسيها وبتقول لها انها حاسه بيها وعارفه الشعور ده كويس جدا. وبتمسك ايديها وبتاخدها وبيمشوا وسط الغابه. واثناء الطريق مينج بتكبر وبترجع لشكلها الطبيعي وبيفضلوا هما الاتنين ماشيين لحد ما بيوصلوا لعيلتهم اللي بيطمنوا عليهم. ووقتها الجده بتحضن مينج وبتسامحها فبتتاثر مينج وبتعيط وبتعتذر لها على اللي هي عملته زمان. وبعدها بيبداوا كلهم يعدوا من المرايه واحده ورا الثانيه وكمان روح الباندا بتخرج منهم. وبعد شويه بيجي الدور على مينج اللي بتودع ماي وبتعدي وروح الباندا بتخرج منها هي كمان. وساعتها ماي بترفض انها تتخلى عن الباندا. وفي الوقت ده والدتها بترجع علشان تتكلم معاها وبتقول لها انها عاوزه تفرح كل اللي حواليها ولكن ده هيكون حمل كبير عليها. وبتنصحها انها ما تكونش زيها وانها كمان ما تجيش على نفسها علشان ترضي حد تاني. وبتعيط وبتودعها. وفجاه بتختفي المرايه وبتظهر الجده سامي اللي بتبقى فخوره جدا بماي وبتاخدها وبتطير وبتكون فرحانه بيها لانها ما تخلتش عن الباندا. وبيطيروا هما الاتنين في السماء وهم مبسوطين. وبعد مده بنروح لمعبد الباندا الحمراء وهناك بنشوف ماي اللي بتتحول للباندا وبتستقبل الزوار اللي بيكون عددهم كبير جدا. وكمان والدها ووالدتها بيساعدوها وبيعرفوا الزوار على تراث المكان وبيعملوا مبيعات اكتر من زمان بسبب الزوار اللي بيتصوروا مع ماي. وبعد شويه بيجوا اصدقاء ماي وبنعرف ان تايلر بقى واحد منهم وبيحتفلوا كلهم مع بعض. وقبل ما ياخدوا ماي معاهم ويمشوا مينج بتعزمهم على العشاء فبيفرحوا كلهم وبيشكروها. واخيرا بنشوف ماي وهي سعيده جدا لانها تغيرت للاحسن بعد ما خاضت مغامره خطيره علشان تنقذ نفسها وعيلتها من الخطر.